عليهم ويبدأ يمسك الفار وينفخ فيه، وبعدين الفار بيصحى تاني. وبعد ما اتفاجئوا وخلصوا بيروحوا البرس ويمسكوه يقولوا له كفاية مشاكل، وإلا حتى مرات العمدة قريبتك مش هتنقذك مننا، وعشان أخلص منك عملية الإعدام اللي جاية أنت اللي هتقوم بيها، بعد كده مش هشوف وشك تاني في السجن ده. وفعلا بيوافق على كده، لكن زي ما قلنا بيرس مريض عقلي، فبياخد الأسفنجة المبلولة وبيجففها تماما، واللي بتخلي عملية الإعدام تتم بأصعب وأسوأ طريقة ممكنة، واللي بينتج عنها احتراق جسم إدوارد بشكل كامل وبألم مفزع. بعدين كل الضباط بيعرفوا إن بيرس كان قاصد إن هو يعذبه، فبيضربوا بيرس، ولكن هال بيتدخل وبيقول لهم ما تنسوش إن عمته تبقى مرات العمدة. وتاني يوم بول ومراته بيزوروا هال وميليندا عشان يطمنوا عليها وعلى المرض اللي عندها، لأن حالتها لسه بتسوء.